السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا كيك فيري روشي. كنتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم، اللي كيجي لذيذ بزاف وكيجي زوين في المنظر وفي المذاق ديالو. غادي نحضروا بلا جينواز ديال الشوكولات اللي كتجي سهله وكتنجح 100%، وغنحضروا بلا كناج ديال الشوكولات حتى هي اللي كتجي لذيذه وسهله في التحضير بلا قشده طريه. وكتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه هذه، وكتمنى ان شاء الله تجربوا لانها سهله في التحضير والنتيجه ديالها كتجي زوينه بزاف. اللي بغى يتبع معايا هذا الكيك اجي نتعرفوا على الطريقه والمقادير. بسم الله. غادي نحتاجو 5 ديال البيضات يكونوا بحراره ديال الغرفه، نكونوا مخرجينهم من الثلاجه من قبل، ولا عاد خرجناهم من الثلاجه نكبوا عليهم واحد شويه ديال الماء دافي ونخلي واحد المده ديال دقيقه باش ياخذوا الحراره ديال الغرفه. وديك الساعه باش نخدموهم غادي نضيف عليهم واحد الساشيه ديال الفاني، وغادي نضيف كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال العنبه، اي ما يعادل 150 غرام ديال السكر، لان القاعده ديال الجنواز كل بيضه كتعادل 30 غرام ديال الدقيق و30 غرام ديال السكر سنيده. انا هنا عندي 5 البيضات، ضفت لهم 150 غرام ديال السكر سنيده. غادي نطرب هاد العناصر كلهم مزيان حتى يتجانسوا، وضروري كنأكد على البيض يكون بحرارة الغرفة، لأنه حيلة من الحيل ديال الجنوز باش تنجح لينا. غادي نستمر في الخلط ديالو. كما كتشوفوا الخليط كيبدا يتغير اللون ديالو، كيولي فاتح واحد شويه. من بعد تقريبا ما دازت واحد 10 ديال الدقائق وانا كنطرب بالخلاط الكهربائي. كما كتشوفوا الخليط كيصبح مضاعف واللون ديالو كيصبح فاتح، اصفر فاتح. وغنضيف واحد رشه ديال الملح، نسيت ما ذكرتهاش لكم قبيله، ضروري نضيف رشه ديال الملح. ملي غنحصلوا على هذا الخليط بحال هكا كيكون عاقد ومضاعف الحجم ديالو واللون كيكون فاتح، هذا دليل على ان البيض ديالنا تخدم مزيان تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. كما كتشوفوا هو هذا القوام ديالو، كيكون عاقد كيكون كريمي. وان شاء الله من بعد غنضيفوا ليه الدقيق والكاكاو. دابا ان شاء الله غادي نضيف الدقيق. غادي نضيف 130 غرام ديال الدقيق الابيض زائد 20 غرام ديال الكاكاو، هي في المجموع 150 غرام ديال النواشف مجموعين. الا كنتو بغيتو ديروا هاد لاجينواز بيضه غادي تستغناو على الكاكاو وغتعوضوه بالدقيق. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش الميزان، انا عبرت لكم هنا بالمعلقه. كما كتشوفوا معلقه كتكون مملوءه ومقببه مزيان، غديروا منها 5 المعالق ديال الدقيق الابيض. بالنسبه للاخوات اللي عندهم ميزان غادي يعبروا 130 غرام نيشان، اما بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش الميزان غيديروا 5 المعالق ديال كبار عامرين بالدقيق. غادي نغربلوا هاد الدقيق مزيان، وغادي نضيف ليه واحد 3 ساشيات ديال الكاكاو، اي ما يعادل 21 غرام ديال الكاكاو، لان كل ساشيه فيها 7 غرام. اللي ما عندوش ساشيات ممكن يدير الكاكاو ديال العبار، يدير معلقه كبيره ديال الكاكاو. انا هنا درت غير جوج، من بعد غنزيد الثالثه لان ما تصورتش ليا. وغادي نضيف واحد الساشيه ديال الخميره الكيميائيه، وغادي نغربل هاد العناصر كلهم، وغادي نبدا نخلط غير بشويه، غير بالخاطر، ما نخلطش بالجهد، لان الا خلطت بالجهد داك البيض غيطيح ليا، كاع داك الهواء اللي دخلنا غادي يهبط. نحاولوا غير بشويه من الفوق لتحت بشي معلقه حتى ندمجوا البيض مع الدقيق. غادي ناخذ المول. انا اختاريت هذا المول هذا اللي كيتحل من الجناب. في القاعده غادي نفرش الورق ديال الطبخ، ومن الجوانب راني دهنت الزيت والدقيق. دابا غادي نفرغ الكيك الجينواز ديالي على المول. كما كتشوفوا القوام ديالو كيجي كريمي. هاد لاجينواز كتجي غزاله، كنتمنى ان شاء الله تجربوها. دابا ان شاء الله غندخلها الفران يكون بارد على 180 درجه. ندخل الكيك عاد باش نشعل الفران على 180 درجه. غنشعل تحت هو الاول، تقريبا ندوز واحد 10 ديال الدقائق ونردو مع البال باش ما تحرقش لينا. اون فوا يبان لنا لتحت بدا يشد في راسو، بدات يتكون واحد الفقاعات من الفوق، غادي نطفيو على التحت ونشعل الفوق يتحمرنا ونخرجوها. دابا ان شاء الله غادي نحضروا لا كريم.
غادي ناخد شي اناء نكون وضعته في الثلاجه من قبل يكون بارد، وغادي ناخد القشده الطريه حتى هي اللي كنت وضعها في المجمد حتى هي بارده مزيان، وغادي نطربها بالطراب الكهربائي باش نطلعها شونتيي. اللي ما متوفرش ليه هاد القشده الطريه ممكن يستعمل ديك البودر، لا كريم شونتيي بودر، وغيضيف عليها الحليب حتى هو يكون بارد. ولا ما استعملش الكريم شونتيي استعمل اخرى سائله حتى هي تكون بارده، ويضيف عليها السكر القياس اللي كيبغي. انا هنايا استعملت هذه القشده الطريه وضفت لها 2 معالق ديال السكر، 2 معالق حتى 3 المعالق ديال السكر حسب الذوق. وغادي نطرب هاد لا كريم تنحس بها بدات كتعقد وكتشد في راسها. ضروري بغينا نحضروا لا كريم فويتي ولا لا كريم مونطي، ضروري يكون عندنا هاد القشده الطريه تكون بارده والاناء يكون بارد باش تنجح لينا هاد لا كريم. غادي نستمر في الخلط ديالها. غادي نضيف واحد ساشي ديال الكاكاو لهاد لا كريم هادي باش تعطيني واحد اللون يكون بني فاتح، باش يقرب لنا من داك اللون اللي تيكون فيروشي من الداخل. غير نحس بهاد العناصر ندمجو مزيان ولا كريم بدات كتعقد وكتوقف. هذيك الساعه غادي نحبس من التطراب. انا نوريكم القوام ديالها باش تعرفوها بانها واجده، لان الا فرطنا في التطراب ممكن ترجع جاريه من بعد. هذا هو القوام ديالها، وإلا قلبتو الاناء كتبقى قابطه فيه. دابا غنحضروا لاكاناش. عندي تما 200 غرام ديال الشوكولات، غادي نضيف عليها واحد نصف كاس ديال الحليب وغنوضعها فوق نار تكون قليله، وغنخلي داك الحليب يسخن والشوكولات كيذوب في نفس الوقت انا كنحرك. من بعد ما داب ليا الشوكولات وهو الحليب غادي نضيف عليهم واحد العلبه ديال الياغورت داك الجبن الطري، وغادي نخلط هاد العناصر كلهم مزيان حتى نحس بالجبن تخلط مع الشوكولات مزيان. صافي غتكون واجده عندي لاكاناش. غنديرها في شي اناء ونوضعها في الثلاجه حتى نحتاجها، وغادي نخرجها من الثلاجه. ما حدا غادي تبرد وهي غادي تزيد تعقد اكثر من هكا. غنخلط هادشي كله مزيان وغنديرها في الثلاجه تبرد حتى نحتاجها وغادي نجبدها ان شاء الله. لا جنواز من بعد ما طابت كما كتشوفوا خرجتها من الفران. تقريبا خدات معايا 13 دقيقه في الفرن، وكل واحد على حسب الفرن ديالو. قسمت هاد لا جنواز على 2 قطع. غادي نسقيها بالحليب، ممكن تسقيوها بالقهوه ولا تسقيوها بالسيرو، تصايبوا اي سيرو. انا فضل نسقيها غير بالحليب. انا لا جنواز هنا عندي باقا سخونه، ضروري لا جنواز تكون برده تماما. انا عندي جنواز سخونه لاني كنت شويه مزروبه. ولا كريم ملي تكون لا كريم اللي صايبنا قبيله ضروري ديروها في الثلاجه حتى تحتاجوها عاد باش تجبدوها باش ما تهبطش بالسخونيه ديال الكوزينه. دابا غادي نيطالي هاد لا كريم هادي على هاد لا جينواز. عند هنا هاد الطبقه الاولى مزيان. من بعد ما دهنت لا جينواز بلا كريم مزيان، حاولوا ما نكثروش لا كريم، غير شويه، واحد الطبقه اللي تكون شويه متوسطه ما غليظاش بزاف. دابا غادي نضيف ليها واحد الكوفخيط، اي نوع ديال الكوفخيط كيعجبكم. انا استعملت هذا النوع هذا ديال الكاكاو. غادي نفرتو مزيان غير بيدي بحال هكا، وغادي نوضعو بالوسط. غير باش نحصلوا على ديك الطبقه المقرمشه. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذا الكيك هذا بالطريقه هذه، غادي ينال اعجابكم. دابا غادي نضيف عليه واحد شويه ديال البندق اللي حمرته وهرمشته في الماكينه، ما نيلتوش بزاف غير شويه كما كتشوفوا. غندير واحد شويه في الوسط تا هو باش يعطيني تا واحد القرمشه. ممكن تستعملوا اللوز ولا تستعملوا الكاوكاو في عوض البندق. انا حيت كان متوفر ليا داكشي علاش استعملته. دابا نوضع طبقه ثانيه ديال لاجينواز.
هاد لاجينواز هادي راه دهنتها بلا كريم من الجهه السفلى باش تلصق ليا مع داك البندق هذاك البسكوي، باش تلصق معاه مزيان وتجي طبقه واحده. دابا غادي نسقيها الطبقه الثانيه ديال لاجينواز بالحليب. ضروري تسقيوها باش ما تجيش ناشفه، باش تجي واحد شويه طريه من الداخل. دابا غادي نيطالي عاوتاني لا كريم من الفوق ونحاول نغطي الجوانب كلهم بهاد الكريمه هادي باش نحصل على واحد الكيك مغلف كله بلا كريم. كما ذكرت قبيله ما نكثروش لا كريم، غير واحد شويه، الطبقه اللي تكون رقيقه باش ما تجيش هاد الكيكه كتقهم وتجي شويه ميدومه. كما ذكرت قبيله ضروري تخليو لاجينواز تبرد لكم باش ما تعذبكمش. انا هنا باقا سخونه عندي، داكشي علاش كتفرتت. غادي ندهن الجوانب وان شاء الله نتلاقاو. عندي تما البندق اللي حمرته، حيدت القشره الرقيقه اللي كتكون فيه وهرمشته بالماكينه غير واحد شويه، ما نيلتوش بزاف. كما كتشوفوا راه باقي القطع شويه باينين. غادي نخلطو مع لاكاناش اللي حضرنا قبيله. كما كتشوفوا لاكاناش عقادت شويه ملي وضعناه في الثلاجه. غادي نخلط هاد الكاناش مع البندق مزيان. ممكن تستعملوا اللوز مهرمش، تستعملوا الكاوكاو، تستعملوا اي نوع ديال المكسرات عندكم موجود. غادي نخلطهم مزيان ومن بعد غادي نوضع ديك الكيك اللي صايبنا، غنوضعوه بشي طبسيل، وغادي ناخذ شي طبسيل اللي يكون كبر منه ونوضعوه تحت منه باش داك الفائض ديال الشوكولات اللي غادي يهبط لينا في الاناء، ونعاودو نستعملوه مره اخرى باش ما يضيعش. دابا غادي نصب هاد لاكاناش هادي فوق من هاد الكيك. وهداك الفائض اللي تيهبط لنا تحت نعاودو نكبوه من الفوق باش نغلفوا الكيك كله بهاد لاكاناش. غادي نبدا نهز داك الشكلاط وندير الجوانب حتى نغلفهم كاملين. كما كتشوفوا من بعد ما غطيت الكيك كله بهاد لاكاناش، هذاك الفائض اللي كيفيض ليا ديال الشوكولا كنعاود نغطي به البلايص اللي باقيين ما مغطينش. دابا غندخلها المجمد تبرد تقريبا واحد ساعتين ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديال فيريرو روشي. كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم هذه الوصفه هذه. بصراحه كتجي هذه الكيكه كتجي غزاله بزاف، كنتمنى ان شاء الله تجربوها. والجينواز كتجي ناجحه 100%. وهاد لاكاناش حتى هي كتجي زوينه، في عوض ما نستعملوا القشطه الطريه ممكن نستعملوا غير الياغورت كما ذكرت، والحليب حتى هو كيجي زوين بها، ولا كريم حتى هي كتجي زوينه. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الكيك وتشاركوا هاد الوصفه مع الاصدقاء ديالكم، وتشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. انا نقطع معكم واحد الطرف باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل ديالها. هذا هو الشكل ديال الكيك من الداخل. من بعد ما قطعت لكم واحد الطرف كتجي طبقه ديال لاجينواز وسط من هذيك الطبقه المقرمشه، وطبقه اخرى ديال لاجينواز فوق من هذيك لاكاناش اللي مغطيه الكيك كامل. كتجي لذيذه بصراحه هذا الكيك هذا. كنتمنى ان شاء الله تجربوا بهذه الطريقه، واي وصفه بغيتو نحضرها لكم ممكن تخليوها لي في التعليق. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.